طاقتك دايما مش موجودة، حتى لو أكلتي ونمتي دايما تعبانة، دايما حتى لو بتبقى في حاجة بتفرح انتي مش بتفرحي. اللي انتي فيه ده مش صدفة، لأن الطاقة اللي جواكي ضايعة. تعالي مع بعض نرجعها تاني جواكي. انتي عارفة ان الروح دي زي البحر، كل تجربة وكل شعور وكل وجع كان بيسيب رواسب جواكي. لو ما نظفتهاش الرواسب دي هتفضل تقلل من طاقتك، تلاقي نفسك كده تعبانة كسلانة مش قادرة، رغم انك ما عملتيش حاجة، بس انتي تعبانة من جواكي، تعبانة مش قادرة تفرحي من قلبك بجد. تعرفي طاقتك ضايعة في ايه؟ مشاعر كانت جواكي من وانتي طفلة بس اتكبتت. عارفة يعني ايه اتكبتت؟ يعني اتحبست جواكي. كان نفسك تعيطي وتقلك ما تعيطيش، كان نفسك في حاجات وتقلك لأ. مشاعر جواكي حسيتي من وانتي طفلة بإهمال كتير، بحزن، بوجع من وانتي طفلة. مشاعر جواكي مكبوتة من وانتي طفلة. والله اوعي تفتكري ان انت لما كبرتي المشاعر دي راحت، المشاعر دي جواكي. علاقة سامة طبعا، علاقة موجوعة كلها وجع وكلها حزن، دخلت فيها العلاقة دي دمرتك من جوه. موجودة، اوعي تفتكري ان الايام بتعدي وان الوجع راح، لا، الوجع موجود جواكي، الوجع ما راحش، بس هو قاعد مكنون. دايما بتلومي نفسك، دايما تقولي لأ، مفروض ما كنتش اعمل كده، مفروض ما كنتش اقول كده، مفروض كنت اخلص ده الاول، مفروض ما كنتش اكل الاكله دي كده، الدايت بتاعي هيبوظ. عماله بتلومي في نفسك، لا انا مفروض ما كنتش نزلت، مفروض ما كنتش رديت، مفروض ما تلوميش نفسك. كل دي بتضيع طاقتك. تيجي مستنيه من الناس ومن المجتمع اللي حواليكي ان هم يريحوكي، ما بتلاقيش. كل دي طاقة ضايعة، طاقتك ضاعت. تيجي بقى انت عشان تتبسطي، عشان تفرحي، عشان تعيشي، تلاقي مفيش طاقة. دخلتي تنامي، دخلتي تاكلي، عملتي كل حاجة، مفيش طاقة. خلينا نكون صراحة مع بعض، اللي ضايع جواكي ده مش مجرد شعور، في جزء جواكي مهم جدا انت سايباه مش واخد حق، هو ده اللي بيخلي طاقتك تضيع منك. اللي جواكي محتاج يهدى، محتاج حد يسمعه، محتاج إن هو يتحرر، يتفك من كل الطاقة السامة اللي جواكي دي، تنظفيها. تعالي اعملي معايا التمرين ده اللي هينظف الطاقة الداخلية اللي جواكي. أنا عايزاكي بعد كل حلقة تبقي من جوه جزء جزء بينضف. اعملي التمارين بتاعت الحلقات دي كلها، والله عبال ما هتخلصي التمارين دي هتبقي من جوه شبه الكريستالة، زي ما قلتلك في بداية الحلقات خالص، كوباية مليانة شوائب، كوباية كريستال. هي دي انتي الكوباية النظيفة الكريستال، بس انتي ملياها بكل السموم وبكل الوجع وبكل الإهمال وبكل الحزن اللي جواكي. نضفي كل ده، ابدأي اعملي التمارين دي. لو كل يوم هتعمليها، لو كل ما تتوجعي هتعمليها، والله هتبقي واحدة تانية، هتنضفي من جواكي خالص. يلا بينا نبدأ التمرين. اقعدي بالراحة وخدي نفس عميق، ركزي على الإحساس المزعج أو التعب اللي انت حاسة بيه دلوقتي. تعرفي تعملي ده؟ تعرفي تقعدي بالراحة كده وتاخدي نفس عميق جواكي، وانتي جواكي كده ركزي على الحاجة اللي وجعاكي، على الحاجة اللي عاملالك إزعاج اللي انتي حاساها دلوقتي. تخيلي نفسك كأنك شايلة صندوق كبير وتقيل قوي ومليان كل المشاعر ديت، كل المشاعر السلبية. افتحي الصندوق، شوفي كل اللي جواكي، قولي لنفسك أنا شايفاكي، أنا سامعاكي. دلوقتي هسيبك تخرجي، طلعي اللي جوه الصندوق، فضيه كله خالص. تخيلي كده معايا إن طاقة دافية
بتخش جواكي، طاقة نور بتخش جواكي، كل شعور سلبي وكل وجع بيتبدل لحب وأمان وسلام داخلي، والصندوق بيتملى أمان، حب، سلام. مفيش وجع ومفيش حزن، مفيش أي علاقات سامة، وعلاقات الطفولة شيليها وارميها، ارمي ده وراكي، فضي الصندوق، فضيه، شايلاه ليه جواكي؟ فضيه، امليه بالحب، امليه بالأمان، امليه بالسلام. خليكي مغمضة، فيلي الصندوق، سيبيه جواكي بقى خفيف. ليه؟ هو ده اللي انت محتاجاه. افتحي عينك، انت مش محتاجة حد يملأ قلبك، انت محتاجة تسمحي لنفسك بس ان هي تشرق من جديد، من جوه، من جوه النور من جواكي. اسمحي للطفلة اللي جواكي ولروحك ان هي تتنفس بحرية. خدي نفس كده، خدي نفس من قلبك بجد، خدي نفس جامد، اتنفسي لأول مرة صح في حياتك. الطاقة اللي احنا طلعناها السلبية اللي جواكي دي هي مش هتخلي حياتك أسهل بس، لأ، دي هتحررك من أي حد بيشدك ليه عشان ان انتي ما تروحيش تتعلقي تاني. لأ، انتي مش هتتشدي لتحت من غير ما تاخدي بالك. خلاص انتي فقتي وفضيتي. وفي الحلقة الجاية ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نحافظ على الطاقة ديت ونخلي كل يوم يمشي معانا بحرية وسلام داخلي جواكي انتي. وفي النهاية أنا ماشية على مهل بس مطمنة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك عشان الحلقة الجاية توصل لكم إن شاء الله، وشاركيها لواحدة صاحبتك انتي شايفاها موجوعة وحزينة، ولايك طبعا وكومنت قوليلي أنا نظفت من جوايا الصندوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.